بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله، الله، الله. الله ربي لا إله إلا الله. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم. وبك اللهم أعوذ من شرورهم. وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وجوارك وأمانك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب
حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرواية هي رواية الشاميين، وهي الرواية الموجودة في المخطوطات أيضا، وهي الرواية التي شرح عليها الإمام البكري رحمه الله تعالى. وهناك زيادة في بعض الروايات، زيادة هذه من زيادة السادة البعلوي، زادوها في بعد خبأت نفسي في خزائن بسم الله في زيادات. هذه من زيادات السادة البعلوي أيضا تفيد في الحفظ والحراسة، لكن هي ليست موجودة في ورد الإمام النووي رحمه الله. العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قدم مقدمة لورد الإمام النووي كان ينشره بين الناس ويحث على قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أجاز سالكي الصراط المستقيم بجوائز الكرامة والإحسان والفضل العميم، وأسند للعلماء خشيته وحماهم لطفه ومنته،
والصلاة والسلام على سند العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لهديه الكامل اعتمد وله قصد. وبعد، فقد جعل الله تعالى الإجازة في العلم رأس مال كبير يبلغ به الطالب الربح الغزير، لأنها أحد طرق التحمل لأحاديث البشير النذير، ولأنها موصلة لمؤلفي كتب الشريعة المطهرة من كل حبر محرير. ولقد شرفني الله تبارك وتعالى برواية كتب الحديث عامة وكتب الإمام النووي خاصة، وعلى وجه أخص كتاب الأربعين والحزب المشهور بحزب الإمام النووي. وإني أرويهما عن كثير من علماء الشام والحجاز واليمن وإندونيسيا، فمن طريق الشاميين حتى تجتمع البركة، لا من باب التعصب، حتى تجتمع البركات، بركة إندونيسيا وبركة أهل الشام. فمن طريق الشاميين أقول مستعينا بالمولى الكريم. أخبرنا شيخنا العلامة الفقيه المقرئ عبد الرزاق بن محمد حسن الحلبي الدمشقي الحنفي، وشيخنا العلامة الفقيه المتكلم محمد أديب بن أحمد الكلاسي ما أجازانا به قالا: أخبرنا شيخنا العلامة المربي محمد صالح بن عبد الله الفرفور قال: أخبرنا محدث الحرمين الشريفين الشيخ عمر بن حمدان المحرسي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن نصر بن عبد القادر الخطيب قال: أخبرنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الكزبري الصغير قال: أخبرني الشيخ مصطفى بن محمد الرحمتي قال: أخبرنا الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي قال: أخبرنا الشيخ نجم الدين محمد بن بدر الدين الغزي قال: أخبرنا أبي الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الغزي قال: أخبرنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي. ابن حجر أيضا يروي كتب الحديث وكتب الإمام النووي يروي عن شيخه عبد الرحيم العراقي، أيضا يرويها يعني من رجلين، من التنوخي ومن العراقي، عن أبي الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن عطار عن مؤلفها الإمام شيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين بن يحيى بن شرف النووي قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا من بركاته. وإنني أجوز الإخوة في الله وفي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذين حضروا معنا هذا المجلس المبارك وشاهدوه بقراءة هذا الكتاب المبارك والحزب المشهور المنور وجميع مؤلفات الإمام النووي رضي الله عنه. وأوصيكم بما أوصاني به أساتذتي من تقوى الله تعالى ومراقبته في كل حال وزمان، والاشتغال بالعلم والعمل، والتأدب بالآداب المحمدية حسب الإمكان، والتمسك بمنهج العلماء العاملين في أركان الدين الإيمان والإسلام والإحسان، والتعرض لنفحات الله تعالى بحضور مجالس الذكر والصلاة على رسوله الكريم ولو مرة في كل حين من الأحيان. وأرجوكم أن تتذكروني ووالدي وأولادي بصالح الدعوات في مظان الإجابات، ولا سيما بالعفو والعافية وحسن الختام. والله تعالى ولي الخير والإنعام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، ما سطرت إجازة في صحف بأرقام. آمين آمين. أجزتكم. هذا من الفقير. هذه إجازة الأصاغر للأكابر، وأما الآن إجازة الأكابر للأكابر فمع فضيلة سيدنا الشيخ أنس. وإجازتكم يا أيها الإخوة أيضا من طريق أشياخي إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه بكل ما ألفه وكتبه وسطره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول. أجزتكم. لله رب العالمين.